السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ أحب أشكر حبايبي وصحابي، ولو أول مرة تشوفني أنا ممدوح من تمناه فيلم. اشترك في القناة وصدقني مش هتندم. هنقدم المسلسل التركي المخابراتي الأول في تركيا واللي اسمه وادي الذئاب، وهنعمله على أجزاء إن شاء الله لأنه طويل حبتين، وأنا عن نفسي بحب المسلسل ده جدا. بيبدأ المسلسل على شاكر ورجالته وهما بيتخلصوا من 3 رجال أعمال بطرق مختلفة. الأول حطوه في قفص ورموه في البحر، والتاني عملوا له كمين وقتلوه بالرصاص، وكان في شخص من المخابرات اسمه أصلان أقبي بتابع الموضوع وكان عارف مين الضحية التالتة كمان، والتالت قتلوا شاكر ورجالته بقنبلة وفجروا عربيته، والشرطة ما يعرفوش أي حاجة لأن شاكر ده كان معلم. ونروح لأصلان راجل المخابرات اللي جاله ظرف وفيه كتاب، وحل شفرة الرسالة وعرف إنها عملية وادي الذئاب. اتصل فورا بكوسوفا وسأل عن واحد اسمه علي جندان، قال له صاحبه إنه بره المدينة في شغل وقال له يبلغه باتصاله. وظهر علي جندان وهو بيدرب جنود على عملية اقتحام الأماكن، واضح إنه بارع جدا، وجات له رسالة وفتحها واتحرك فورا على مكتبه وحلق دقنه وظبط نفسه وودع صاحبه ومشي. ركب عربية ووصل اسطنبول، وركب عربية ضابط المخابرات أصلان أقبي، وواضح إنه أستاذه، وأصلان ده باين عليه شايل هم البلد كلها. ولما وصلوا المكتب كلموا أصلان على مهمته الجديدة اللي أصعب مهمة هياخدها وهتبعده عن كل أهله وحبايبه وحتى عن نفسه كمان. ووراله صورة واحد وقارنها بصورته وقال له هنخليك مكان مراد على مدار ده صاحب الصورة، ولازم تموت في العالم بتاعك. رفض طبعا لانه عنده حياته مع خطيبته اللي بيحبها وتحبه واهله كمان. فكروا اصلا بالقسم اللي اقسمه قبل ما يكون معاهم، ولما وافق سابوا 3 ايام يودع فيهم حبايبه واهله، وراح عند جامع وافتكر طفولته ان اهله اتبنوه من ملجأ، وقام وقابل ابوه اللي رباه واسمه الشيخ عمر اللي فرح بيه قوي، وراحوا وشافته امه وفرحت بيه جدا هي كمان، وكان بقاله فتره بره. وامه سالته عن رهف خطيبته، قال لها انه هيروح لها. ونروح لرهف ايلول اللي كانت محاميه وكانت جميله جدا. وصلت مكتبها وباين عليها شاطره قوي كمان، ودخل عليها في مكتبها فرحت جدا طبعا وخدها معاه وشربوا قهوه، وراحت على الجلسه بتاعتها واتفق معاها انه هياخدها بالليل. وخلصت الجلسه وراحوا لصاحبهم حكمت اللي بيصلح تلفزيونات وباين عليه مجنون قوي، ولما شاف علي صاحبه فرح هو كمان، والظاهر ان علي ده كويس جدا، وقعدوا يهزروا معاه شويه وراحوا على العشاء بتاع امه. وكان عمر افندي ده بيرسم لوحات جميله قوي، وام علي بتقول له في المطبخ يفتح رهف علشان يتجوزها قبل ما تتخطف زي اي ام يعني. بيس يا ريس تمام. وبعد ما خلصوا اكل سالت الام رهف عن القضيه بتاعتهم، لان مافيا الاراضي عاوزين ياخدوها من السكان غصب عنهم. والشيخ عمر طمن علي وقال له ما تخافش، ده كلام فارغ ومش هيقدروا يعملوا حاجه لان كمان رهف مسكت القضيه. واستاذن علي ورهف وودع علي امه وابوه، وكان اخر حضن ليهم، وقعد يبص عليهم كتير قوي وعلى البيت كمان. وفعلا في ناس بتضحي في كل المجتمعات، ده حقيقي. وراحوا عند حته بيسموها برج البنت على الشط، واداها علي سلسله هديه وعجبتها قوي ولبسها لها كمان. وقعدوا يتكلموا شويه على شغل علي اللي مسافر تاني. اتعصبت عليه رهف ومش عاجبها الوضع، وقعدت تعيط وطلبت منه ياخدها معاه او يقعد معاها وما يسيبهاش ابدا. وقفها علي وطلب منها الجواز. ايه المجنون ده يا عم الحاج؟ فرحت جدا واتجننت كمان، واتجوزوا بينهم وبين بعض كده، وقضوا يومين مع بعض. وجه وقت الوداع وودعها ومشي، وراح لاستاذه اصلان اقبي وحكى لعلي عن بهيك تركان اللي اتقتل وانه كان مهرب مخدرات ومهرب السلاح والقمار كمان. وحكى له عن مجلس كل واحد فيه ليه شغل، وحكى له عن كل واحد فيهم حتى رئيسهم كمان اللي صفته البارون واسمه محمد قراخانلي، وهو اكبر رجل اعمال في تركيا. والمجلس اسمه وادي الذئاب، والدخل بتاع المجلس 120 مليار دولار، يعني ممكن يشتروا اي حاجه في الدوله. ونروح لمجلس وادي الذئاب اللي البارون بتاعهم قال لهم ان في منجد بتاع القمار، مين موافق عليه؟ كلهم اتكلموا عنه كويس كانه عنتر بن شداد، ودخلوه على المجلس وقالوا له عندهم قانون واحد هو الصمت المقدس، وخلوه يقولوا القسم بتاعهم. ونرجع لاصلان وعلي اللي بيفكروا ينهوا المجلس من اساسه، وان اصلا من تشكيلات الامن الاجتماعي زي امن الدوله عندنا كده، يعني اعلى حاجه في الدوله. وفتحوا النشره لقوا خبر موت علي، انه عمل حادثه عربيه وانفجرت ومات فيها، وانه كان دبلوماسي في القنصليه التركيه في كوسوفو. وفي جنازته ابوه وامه ورهف كانوا منهارين جدا يا عيني، وربنا يصبرهم. وعلي كمان كان بيحضر جنازته من العربيه وكان زعلان قوي. وعلي عمال يحلم بكوابيس، وكلم استاذه انه مش عارف ينام لانه دمر له حياته كلها، لانه مش هيعرف يشوف اللي بيحبهم وده عذاب ليه. قال له اصلا ان موته هيكون حياه ليهم، وان حياتهم هم كده بتوع المخابرات يعني، لانهم بيحموا الناس، والعمليه اللي هيعملها هتحمي ناس كتير قوي. واقنعوا وبداوا ياخدوه على العمليه، وهو بيفكر في خطيبته رهف اللي بيحبها قوي وعارف انه مش هيشوفها تاني. وظهرت رهف وبابا عمر وحكمت اللي زعلانين جدا، وبدا بابا عمر يحكي لهم حكايات تهديهم، وباين عليه راجل حكيم قوي. وبيتكلموا عن انهم مش مصدقين الحادثه لان علي كان بيعرف يسوق كويس
كويس قوي. ووصل بابا عمر لبيته وعزم رهف تخش معاه، وجالهم رجاله المافيا وقالوا لهم يخلوا المكان فورا، وضربوا عمر افندي ووقعوه، وضربوا رهف كمان، وطلبوا منها تسحب القضيه اللي رفعها عليهم. ولما دخلوا البيت حاولت رهف تثبت اعتدائهم عليهم، بس عمر افندي قال لها لا انا هاخد طريق تاني، وكلم رهف على راجل بيحل المشاكل الصعبه. هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة دي، واسمه العم مروان، راجل كبير وكلمته مسموعة. وظهر واحد اسمه شوقي في مكتبه وسأل الحارس عن رهف واللي حصل معاهم. قال له الحارس انهم مش هيمشوا بالذوق وان المحامية شتمتهم كمان. قعد شوقي بهدله وطرده في الاخر، وكلمه منجد اللي نصيب في التليفون اللي في المجلس وهو كان معاه كمان، وطلبه يروح له. ونروح لرهف اللي افتكرت علي وقعدت تعيط، ونرجع لمنجد وجاله شوقي وكلمه على صلاة القمار. وشوقي عاوز يفتح صلاة جديدة ومستني اذن المجلس، وكان متضايق جدا من شاكر لان المجلس طلب منه الشغل بداله. وظهر شاكر وميماتي الحارس بتاعه اللي سأله مالك. قال له شاكر ان محدش كلمهم على الشغل اللي عملوه اللي كان جامد قوي، وكان مستني المكافأة من المجلس. وجاله شوقي يزوره كمان واستقبله شاكر، ولما قعدوا هناه شوقي بشغله وسأله ادولك المكافأة بتاعتك ولا لسه؟ قال له شاكر لا هم بيطلبوا واحنا بننفذ. وحسس شوقي انه مش فارق معاه حاجة، واضح انهم اعداء في شغلهم، بس شاكر باين عليه معلم بالرغم من ان شوقي اكبر منه. ولما شوقي مشي شاكر كلم ميماتي على ان شوقي عدوه وعايز يتخلص منه، وتوقع ان المجلس هيخلوه يفتح صالة القمار. ووصلت داريا اخت شاكر وكانت جميلة قوي، وصممت صالة قمار وشرحت لاخوها الصالة هتكون ازاي، واتكلموا على البنات اللي هيشغلوهم. وباين على شاكر نسوانجي، واضح ان شوقي وداريا بيحبوا بعض قوي. ونروح لمراد اللي خلص العملية واصلا وراله الملف بتاعه، ولازم يحفظ كل البيانات عن الشخص اللي هيكون بداله. وقعد مراد يحفظ حكايته كلها بالتفاصيل كاملة وتقمص الشخصية كمان. ونروح لرهف اللي هجم على مكتبها رجالة شوقي وضربوهم وهددوهم يسحبوا القضية بتاعتهم والا هيقتلوهم، وسابوهم ومشوا. ونرجع لأصلان اللي جاب مراية لمراد عشان يوريه وشه لأول مرة، وخدوا يحتفلوا بعيد ميلاد مراد. وقعدوا في مطعم وبيتكلموا عن الأبطال بتوعهم اللي عملوا إنجازات كتيرة. واضح إن أصلان بيعلم مراد إنه يتخلى عن كل حياته القديمة عشان البلد، وحسسه إن البلد كلها في إيده. وطلعوا من المطعم وبدأ مراد يحكي قصته لأصلان وتقمص الشخصية تمام، واتبسط منه أستاذه. ولما وصلوا البيت سألوا أصلان آخر سؤال مين حبيبتك؟ مراد قال له رهف. أصلان اداله قلمين وفوقه وقال له احنا ما بنلعبش، لازم تنسى رهف خالص. رد عليه مراد ان العملية بتاعتكم ناقصة يا معلم. سابه أصلان وراح يركب عربيته، واشتغل الإنذار فجأة ولقى مراد هرب. راح وراه ولقاه عند بيت رهف وبيبص عليها من الشباك. صعب عليه قوي لما قال له لازم تغيروا قلبي كمان. اداله أصلان مسدس وخده وضرب طلقة فعلا وكان هيموت نفسه، بس أصلان لحقه وحضنه وخده عشان ينام، وقعد يقرا جنبه كمان. ونروح لشاكر وعمال يتكلم مع نفسه، وجات له مراته نسرين بالقهوة واختها ميرال كمان اللي عايشة معاهم وباين عليها بلوى. ونرجع لمراد وأصلان اللي ورى مراد هدفه اللي هو شاكر، وحكى له عن الثلاثة اللي قتلهم، وقال له ان شاكر هدف لازم تحميه وتبقى اكتر من اخوه ولازم تسيطر عليه كمان. ونروح لعمر افندي اللي راح هو ورهف للعم مروان القهوة بتاعته، والعم مروان سلم على الشيخ عمر بحب واتعرف على رهف كمان وطلب منه خدمة. ونرجع للمجلس بتاعهم اللي عاوزين يدوا اذن صالة القمار بتاعتهم ومحتارين بين شوقي وشاكر. ونرجع للشيخ عمر اللي حكى هو ورهف مشكلتهم عن شوقي للعم مروان اللي قال لهم انا هحلها وعزاهم في موت علي كمان. ونروح لشاكر اللي وقف عربيته وقعد يلعب كرة مع العيال الصغيرة وباين عليه عبيط قوي. ونرجع للعم مروان اللي راح لشوقي اللي استقبله باحترام شديد قوي ودخله مكتبه وطلب منه العم مروان انه يسيب اراضي قدلجيا لاصحابها ويبطل يأذيهم لان منهم ناس كتير اصحابه. ورفض شوقي لان الموضوع اكبر منه ونده على السكرتيرة عشان توصل العم مروان. ونروح لشاكر اللي وقع ولد والحكم اداله فاول، وشاكر ساب الكورة وضرب الحكم اللي هو الحارس بتاعه. اخرس. وجاب للعيال حاجة ساقعة واداهم فلوس يجيبوا كورة تانية بدل اللي باظت، ومشي وسابهم وراح مكانه. وجاله تليفون ورد عليه، طلع تليفون مهم جدا واتغير حاله 180 درجة، وطلب بدلة حارس عشان هدومه اتبهدلت من اللعب وما عندوش وقت يغيرها. ونروح للعم مروان اللي قال لسيفه الحارس بتاعه انه ياخد رجالة ويروح حارة الشيخ عمر ويحموا المكان كله. وجاله واحد اداله ملف فيه صور لشاكر وناس تانية كمان، واتكلم في التليفون وبلغ انه استلم الملف. ونروح لشوقي اللي
وصل هو وشاكر لمكان المجلس وشافوا بعض بعد ما فتحوا عينيهم، وجالهم السيف نائب البارون رئيس المجلس وقعد يكلمهم ان المجلس اتناقش كتير قوي عشانهم، وفي الاخر اختاروا شاكر للمكافأة وادوله الاذن يفتح صالة القمار، وخلاهم السيف يسلموا على بعض عشان يبقوا صحاب. ونروح لأصلان ومراد اللي بيتكلموا عن ان مراد لازم يبقى مشهور في وادي الذئاب، وجالهم العم مروان في وقتها ووصاهم على بعض على ان مروان يبقى خال مراد، وودع أصلان وركبوا العربية، وقال مروان لمراد انه ما باعش حد ابدا وان الوحشين بقوا كتير قوي ولازم يوقفوهم، واداله شوية وصايا كده واتحركوا. ونروح لشاكر اللي خد نسرين وميرال وراحوا يحتفلوا، وميماتي كان معاهم كمان وقعد يرقص هو ومراته وباين عليه رقاص. وصل مروان ومراد القهوة وعرفوا على سيفه وحكى المراد عنه وقعد يتريق على سيفه ويضحك معاه، وكلموا عن حماية بيت الشيخ عمر ورهف، وطلب منه ياخد مراد معاه ويعرفوا على رجالتهم. وراحوا للرجالة ووقف مراد يستكشف هو وسيفه عند رهف اللي طلعت ورا اخوها اياد وبتقول له ما تخرجش، وقعدوا يتخانقوا مع بعض وقعدت تزعق لمراد اللي قال لها احنا بنحميكي. دخلت وهي عماله تزعق ومراد راح يستكشف من ورا البيت، وفجأة طلع واحد من الدولاب وخدر رهف وشالها وشافوا مراد واتحرك وقتله فورا، وشال رهف ورجعها لسريرها وقعد يبص عليها شويه وبسها ومشي، وشال اللي قتله وحطه جوه عربيتهم وخنق الاول ووجه سلاحه ناحيه التاني وقال لهم لو شفت واحد منكم تاني هخلص عليكم ياض، انا اسمي مراد على مدار، وقال لهم بلغوا معلمكم، وهم طاروا بالعربيه فورا. ولما فاقت رهف لقت امها جنبها ومرضيتش تقول لها حاجه، وطلعت تجري وراحت لحكمت وطلب لها قهوه، ومراد مراقبها وحكت لحكمت وافتكرت انها بتحلم، وراح الحارس لشوقي وقال له اللي حصل اللي قعد يزعق فيه وشك ان العم مروان مش لوحده. ونروح لمراد هو وسيفه اللي بيحضر الاكل وبيحكي عن جماعه الدزلاك، ومراد عارفهم طبعا لانهم عذبوا اهله. ونروح لرهف اللي بتتخانق مع امها واخوها عشان نامت عند بيت الشيخ عمر، والباب خبط لقت اهل الحاره وقالوا لها انهم سحبوا القضيه، وحاولت تغير رايهم رفضوا علشان خايفين، بس رهف قالت لهم انها هتكمل في القضيه واستنوا انتوا التعويضات. ونروح للعم مروان اللي بيكلم مراد وقعد ينصحه انه ينتبه. ونروح لشاكر وميماتي اللي بلغوا عن مراد واللي عمله في رجاله شوقي، وفرح جدا شاكر، وشوقي كلمه في التليفون يطمن عليه وساله لو محتاج مساعده، وكلمه عن المكن بتاع صاله القمار اللي هو جابه ومش عارف يتصرف فيه وعاوز يبيعهم له، بس شاكر بلغه انه طلبهم فعلا. وانهار شوقي، وواضح ان شاكر معلم فعلا، وقعد يضحك مع ميماتي عليه انه ضربه كف جامد قوي، وطلب من ميماتي انه يطلب المكن. ونروح لشوقي اللي منهار وجات له اصحاب قنليجيا يتنازلوا عن بيوتهم وفرح شوقي قوي. ونروح لشاكر اللي بيزور العم مروان اللي بيعتبر شاكر ابنه، وبص على مراد وعرفه مروان عليه وسلم عليه شاكر وقال لهم انه سمع اسمه قبل كده. وقعد سيفه مع مراد وسأله عن ميماتي، ومروان قال لشاكر ان شوقي هو سبب المصائب كلها وانه هو هيحلها، وشاكر قال له انك انت حلتها فعلا، وعزمه على افتتاح الصاله وعزم مراد كمان وسلم عليه ومشي. واكتشف شاكر ان في واحد من رجالته بيسرق منه، وراح له ولقاه بيتعاطى كوكايين كمان وشممه الكوكايين كله وخلص عليه فورا. ونروح لمراد اللي بيقرا الابراج علشان بتجيله منها الاوامر والتعليمات من اصلان استاذه. ونروح لداريا اللي بتشرح للمهندس يعمل ايه وهو بيبص على رجليها، طلبت منه شنطتها وطلعت مسدس وضربت النار عليه، ولحقوا شاكر وجير خد منها المسدس، وطلعت داريا دي بنت ب100 راجل. ونروح لمراد اللي راح لاصلان اللي قعد يوبخه علشان اللي عمله مع رهف، واتخانق معاه مراد لان الناس دول بيهموه، وقعد يتناقش معاه عن معنى الوطن وانها مش ارض بس ولازم يحمي اللي بيحبهم، ووعدوا اصلان انه بيحميهم. ونروح لرهف اللي كسبت، والقاضي سلم القضيه للخبراء، وشوقي كان مجهز ان هو يقتلها، وركبت رهف وجنان صاحبتها العربيه، وظهر واحد هيقتلها بس طلع واحد تاني ملثم وقتله، وخدوه رجاله اصلان ومشيوا. ونروح للعم مروان اللي راح له شوقي، وقعد مروان يهزق شوقي عشان خلى كلابه يضربوا عمر افندي ورهف، وشوقي هدد مروان في مكانه وباين عليه ما بيعرفش الاصول كمان. خلص مروان كلامه ومشي شوقي بعد ما شاف مراد، وراح مراد لاصلان وبلغوا مراد انه قابل شاكر وان الحرب هتبدا بين مروان وشوقي وهتوصل لشاكر كمان. ونروح للبارون اللي عامل اجتماع للمجلس، واتكلم اسماعيل عن الاخبار والبترول لانه بيقل من امريكا، وقعدوا يتناقشوا. وظهر شاكر وبلغوا ميماتي انهم قتلوا واحد من رجاله شوقي ورموه عند مروان ومش عارفين مين اللي عملها، وكله عمال يحلل. ونروح لاصلان اللي بلغ مراد ان اي طريق يوصله لهدفه بيكون مشروع بس ياخد باله من نفسه، ومشي وسابه. ونرجع للمجلس واسماعيل اللي بيكمل وكله عمال يتناقش. واتكلم البارون انهم لازم يدخلوا الحرب هم كمان عشان مصالحهم، وان لو الحرب قامت هيحتاجوا السلاح منهم، وفي الحالتين هم كسبانين. ونروح لمراد وسيفه اللي كان بيحكي له عن مروان عشان بيبعت فلوس للمساجين كل اسبوع
عشان ما يغلطوش. ولما سألوا عن شوقي قال له إن شوقي محدش بيحبه لأنه بيعض في أي حد وشغله كمان مش ماشي. ونروح للسيف نائب البارون، وكان عمال يزعق لشوقي على غلطاته لأنه كان بيهدد أهل الحارة وصغر نفسه معاهم، وهدده ما يغلطش تاني عشان ما يرجعوش لمكانه القديم. وظهر شاكر وشوقي عمال يكلمه إنه لغى وجوده، وإنه كلمه كمان عن مكان القمار وما خدوش منه، وبدأ يهدد شاكر عشان يدفع له إتاوة، والاتنين عاوزين يتخلصوا من بعض. وطلب من شاكر 300 مليون دولار في السنة إتاوة. وافق شاكر وقال له انت اخويا الكبير، وسابه ومشي. ولما راح مكتبه كان متضايق جدا على شكله، وان الناس هتقول عليه انه بيدفع للي بيخوفه، وفكر انه يخلي شوقي يغلط ازاي ويبدأ الحرب معاه. ونروح لشاكر وكان بيفطر مع مراته، وكان مكهرب البيت كله ومش طايق نفسه. وقالت له داريا يلا نخرج، وانقذتهم اخيرا. وفي العربية حاولت تهديه وتقول له دي مش اول مشكلة ولا اخر مشكلة. وفجأة وقفوا قدام عربية بتبيع رز، وافتكر شاكر نفسه هو واخته زمان لما كانوا بيبيعوا رز، واضح انهم اتعذبوا في صغرهم. ونزلت داريا تشتري رز، وافتكر شاكر انه في شرطي كان بيضربه وبيضرب اخته كمان، ومسك شاكر سكينة وقتل الشرطي. وراحوا المكتب وبيتكلموا عن وضعهم المالي. وفكر ميماتي فكرة ان شوقي عنده قريبه شغال في الاثار، وانهم يروحوا ياخدوا منه اتاوة ويدوها لشوقي. بص لهم شاكر وقام فورا، ودخلوا على الراجل وقال له شاكر لينا عندك حساب وجايين ناخده لان احنا بنحميك. رفض طبعا، وشاكر خلى ميماتي يسكت الكلب وقتله فورا، وخلوه يكتب شيك ب 300,000 دولار. وادى الشيك لشوقي اللي لقاها فلوس قريبه، واعلن عداوته لشاكر وقال له يبلغ العم مروان بعداوته كمان، وفتح الحرب على كله. مشي شاكر وبلغ شوقي رجالته انهم يقتلوا شاكر ومروان. وراح شاكر للعم مروان على طول ومراد وقال لهم كل حاجه، وقال لهم مراد ان شوقي عايز يقتلهم مع بعض وسيبونا نعمل اللازم. وراح مروان يوصل شاكر، وفجاه طلعت عربيه وضربت عليهم نار، وانتبه مراد ونط عليهم وقعهم وقتل اللي بيضرب. وشكر مراد وقال له احنا اخوات، وقال له مراد عدوك عدوي وصديقك صديقي. وبدأت المهمة بنجاح، وشاكر خارج هو وداريا، وبلغ نسرين مفيش حد يخرج من البيت واختها كمان. ونروح لمروان اللي طلع مسدسه وطلب من سيفه يفك له المسدس. قال له احنا بنحميك يا عم الحاج، بلاش الكلام ده. قام مراد وفك المسدس في ثواني، وخلى سيفه يجيب زيت سلاح. وكان مبسوط مروان قوي بمراد، وبدأ ينظف مروان السلاح. وشاكر وداريا اتحركوا على العم مروان يزوروه وسلموا عليهم، وعرف شاكر داريا على مراد. وشاكر طلع هدية لمراد وطلع له سلاح واداهوله، قبلوا منه طبعا وشكروا. وطلب شاكر من مروان انهم يردوا على شوقي، وافق طبعا وقال له لازم نربيه هو واللي زيه. ونروح لاصلان اللي بيكلم مراد وقال له هتبقى بطل، وقعد يحكي له عن اشخاص قدام، وقعدوا يتناقشوا شويه عشان يسرعوا وصولهم لوادي الذئاب بسرعه، وان دي اصعب مرحله لان في رجال مخابرات كتير دخلوا تركيا على انهم رجال اعمال وبيتعاملوا مع البارون. واداله رقم تليفون يحفظه، ولو احتاج اي حاجه يكلمه ويقرا الابراج، واول كلمه بتكون رقم سري، وهم هيحضروا له طلباته بسرعه، وهي دي شغله المخابرات. وطلب منه انهم يردوا على شوقي بسرعه قبل ما يموت حد فيهم. ونروح لرهف اللي نزلت صاحبتها جنان وطارت بالعربيه عشان تنتحر، وزودت السرعه على الاخر، وراحت خبطه عربيه وقعدت تعيط عشان ما ماتتش. وراح مراد لقى مروان مروح وسيفه بيوصله، ودخل مروان بيته لقى اصلان عنده، وشكروا على شغله معاهم. وطلب خدمه اخيره انه يقتله عشان يسهل حركه مراد ويوصل اسرع لوادي الذئاب، وان كل مراد ما بيكبر الاسئله هتزيد حواليه، وان السر ده مش لازم حد يعرفه. ونطق مروان الشهاده فورا وهو مرتاح، وقتلوا اصلان. وبدات الحرب، وعملوا العزا بتاع العم مروان، وجت كل الحبايب تعزي فيه لانه كان محترم جدا. واتفاجئ مراد ان الشيخ عمر عزاه كمان، وسيفه جاب صندوق واداه لمراد وقال له ان القهوه بقت ملكه. قال له مراد ان الورث الوحيد هو الانتقام. قال له استنى الوقت المناسب. وجاله شاكر وميماتي وقال له الحق كان معاك ان لازم نتخلص من شوقي على طول. وراحوا مكتب شاكر عشان يتكلموا براحتهم، وقال له شاكر ان شوقي هيستخبى اليومين دول وهيكون مستعد ولازم نستنى شويه. ومراد رايه انه موجود لانه مشدد الحراسه ولازم يستعجلوا. وشاكر جاله تليفون وقال لمراد هيروح مشوار ولما يجي هيعرفوا هيعملوا ايه، وقال له مراد يستناه ومشي. ومراد راح وراه في السر وشاف شوقي كمان رايح نفس المكان، ووصل الاتنين لعند السيف نائب البارون. ايه الحلاوه دي. والسيف قعد يوبخ شوقي لانه حذره ما يعملش مشاكل. ورد شوقي ان العم مروان قتل واحد من رجالته عشان يهينه، وشوقي ما اعتبرهوش عدو. كذبه شاكر طبعا وقال انه حاول يفرض على العم مروان اتاوه وعليه هو كمان، وشتموا بعض. والسيف وقفهم وقال لهم ده اخر انذار ليكوا ولازم تتصالحوا، واللي هيعمل غير كده هيخلص عليه، لانهم بيهددوا التوازن بتاع المجلس. وخلاهم يسلموا على بعض كمان. ولما نزلوا قال له شاكر انا ليا عندك دم. قال له تعالى وريني نفسك. قال له ماشي. واضح ان الحرب مستمره. واتحرك مراد ورا شوقي عشان يعرف مكانه،
مكانه. ووصل شاكر مكتبه وسأل عن مراد اللي دخل عليهم، وقال لهم ان شوقي معاه رجاله كتير ومستخبيين في مكان وبكام راجل يقدروا يوصلوا لهم. استغرب شاكر جدا وسأله لقيته ازاي. بدأ مراد يحكي له عن كاميرات المراقبه في البيت. قال له شاكر ان الشغلانه دي صعبه شويه لان جاله امر ما يعملش حاجه لشوقي دلوقتي، وحاول يشرح له كل حاجه بس ما عرفش، ولو حاول يعمل حاجه لشوقي هيقتلوه هو وعياله وعيلته كلها كمان. وقال له مراد انه لوحده وما عندوش حد يخاف عليه، وحاول شاكر يقول له انه لو قتله هيتهموه هو لانه صاحبه. قال له مراد انا المسؤول ومش ملتزم بحاجه، وسابهم ومشي. واتضايق جدا شاكر، وميماتي قال له يلحق مراد، قال له لا وهو متضايق جدا. ونروح لشوقي اللي جات له واحده تقضي معاه اليوم، وظهر مراد وقتل واحد وقعد يقتل في الحراس كلهم، وطلع على السلم وشغال قتل فيهم، وطفى الكهرباء كمان، وقتل اخر حارس ومسك شوقي. اللي سأله شاكر هو اللي بعتك؟ قال له لا العم مروان بعتني وقال له هتدفع الدية كل يوم، وخد منه شنطة الفلوس اللي في ايده ومشي وسابه. وظهر شاكر وبيضرب مهندس صوت عشان خد منه فلوس كتير والموضوع ما يستاهلش، وهدده انه يرجع له اللي سرقه منه، وشده من ودنه وقطع له الحلق منها. وجاله سفر بتاع الشحن وقال له المعلم تركي وقف شحن البضاعة عشان دي عنده 2 مليون دولار. واتصل شاكر بتركي قنطرجي وقال له انا جاي لك، وخلى سفر عندهم. وراح شاكر لتركي المسؤول عن الشحن، وشاكر قال له ان البضاعة بتاعته. قال له انا ماليش دعوة ومش انت المقصود، سفر يجيب الفلوس اللي سرقها وياخد البضاعة. وافق شاكر وقال له عندك حق يا معلم، لازم تاخد حقك لان الموضوع ده موضوع شرف. ومشي وكلمه شوقي انه عاوز يشوفه. ونروح لسيفو، واحد بيحاول يعرف معلومات عن مراد، وقال لسيفو ان مراد هجم على شوقي وقتل كل رجالته، وحاول يخوف سيفو بس سيفو كان معلم، مسك الراجل وطرده. وزعل قوي ان مراد راح لوحده وواضح انه اسد. وراح شاكر لشوقي اللي قال له ان تركي حجز بضاعته وطلب منه يسلمه مراد ويديله 2 مليون دولار. قعد يتريق شاكر عليه وقال له مش محتاج فلوس من حد، وان مراد مش من رجالته، واللي عندك اعمله ياض وانا ما ببيعش حد. قال له شوقي فكر ورد عليا. ونروح لمراد اللي قاعد في مكتب شاكر مع داريا اللي قالت له شاكر مشغول عليك كنت فين؟ قال لها كنت لوحدي. وسألها في مشاكل؟ قالت له ايوه عاوزين 2 مليون دولار لو معاك. قال لها ايوه معايا. ووصل شاكر وسلم عليه وقال له مراد سمعت انك عندك مشاكل. قال له تمام وحكى له. وشاكر قال له ان شوقي عرض عليه 2 مليون دولار علشان راسك. قال له مراد خد الفلوس اللي معايا وحل مشكلتك. شاكر فتح الشنطه وقال له كسفتني. قال له مراد انا مش محتاجهم، حل مشاكلك. وسابهم ومشي على القهوه وودعهم. وميماتي حاول يفهم معرفش، وقال لشاكر البلاوي دي كلها من تحت راس شوقي، خلينا اقتله ونخلص. قعد يضحك شاكر عليه وقال له مضي سفر على 2 مليون دولار ونص. وسالته داريا عن مراد، قال لها انه من قرايبي. وراح شاكر ودى الفلوس لتركي وقال له الصبح ابعت لي بضاعتي. وافق تركي وعزمه شاكر كمان على الافتتاح بتاعه. ونروح لسيفو اللي كان متضايق جدا من مراد عشان راح لوحده لشوقي. هداه مراد وقال له انا ما قتلتش شوقي عشان انت مش موجود. وجاله شاكر وميماتي وبلغوا شاكر انه بقى شريك في الصاله. واتفاجئ سيفو برضه، ووقفت رهف قدام القهوه ونزلت دخلت عليهم، ووقعت كوبايه الشاي من ايد مراد لما شافها، وقعدت تحكي لهم عن شوقي واللي بيعمله في الناس وبهدلتهم، وقالت لهم ما عندكوش نخوه ولا انتوا شركاء ليه؟ وتفت عليهم ومشيت. وشاكر اتوهم وسال مين دي اللي لسانها زي السم. قال لهم مراد ان البنت معاها حق ولازم نمسك احنا القضيه، وطالما شوقي عرض عليك فلوس عشاني بلغه انه يسيب بيوت قليجيا لاصحابها وسلمني ليه. قال له شاكر تعالى المكتب ونشوف هنعمل ايه. وجاله تليفون من الحراس وقالوا له ميرال اختفت، وسابهم ومشي. وقعد شاكر يزعق لنسرين وسالتها داريا كنتوا بتتكلموا في ايه؟ قالت لها على الجواز والولاد. وقامت داريا تدور عليها وهي عارفه مكانها. وراح شاكر لشوقي وقال له مراد عمل الشغل من ورايا وانا هسلمه لك بس تسلمني العقود بتاعه اراضي قليجيا. واتفق معاه يبعت له الاوراق بالليل وهيوصل مراد ورا الكازينو عشان يقتلوا شوقي. ونروح لرهف اللي راحت للشيخ عمر وبلغته انهم خسروا القضيه لان الخبير ادى التقرير بتاعه ضدهم. قعد يهديها الشيخ عمر ويعذر الناس اللي اتنازلوا عن حقهم علشان خايفين، وحكى لهم حكايه وقعد يعزف على الناي كمان. وظهرت ميرال عند قبر امها وهي عماله تعيط، وجات لها داريا وحضنتها وخدتها معاها عشان يروحوا. ونروح لشاكر اللي عمال يكلم ميماتي عن نسرين انها قويه، ولاحظ ان ميماتي كان متضايق. ولما ساله قال له انت لازم تقتل حد عشان تبقى كويس. قال له ميماتي ان صاله القمار خلتهم تحت رحمه الكبار ونستهم الجدعنه. اتعصب عليه شاكر وقام ميماتي خارج. وجت داريا لشاكر وقالت له انت زودتها على ميرال. قال لها انا عاوزها تبقى زي اختها. قالت له ان احنا مختلفين عن بعض ومفيش حد زي التاني. وجالهم مراد كمان وخدوا شاكر يفرجوا على الصاله اللي بقى شريك فيها. وحكى لمراد كل حاجه عن ماضيه، ان ابوه اتقتل وهو بيتوضى، وهو قتل شرطي لما كانوا بيبيعوا رز في الشارع، ودخل السجن وبعدها خرج. وطلبوا منه ناس انه يقتل العم مروان ويديله فلوس كتير، ولما راح يقتله ما قدرش، والعم مروان اتكفل بيه
بيهم، وتعاطف معاه مراد جدا، وخده بعد كده يوريه مكان سري، ووقف شويه واداله شاكر سبحه ووقعها على الارض، وطى مراد يجيبها، اتصاب شاكر برصاصه من القناص بتاع شوقي، وظهر شاكر بعدها وكان لابس ستره واقيه، والرصاصه كسرت له ضلعه، ومشي الدكتور وميمات اتعصب قوي وقال لشاكر انك انت كنت عارف يا معلم ليه ما قلتليش عشان اقتله، وفهم ميماتي انه عمل كده علشان يوقع شوقي، وان هو كده اللي بدأ، وطلع ملف اراضي قليجيا واداه لمراد اللي فرح جدا وشكر شاكر، ولما عرف شوقي اتجنن وما بقاش فاهم حاجه وفهم اللعبه بعد كده، وشاكر راح للسيف وبلغه ان شوقي نقض الاتفاق وبدأ الحرب عليه وضربه بالنار، ولما السيف قال له انت عاوز تنتقم قال له لا، رصاصه شوقي جت فيكم وانتوا عاقبوه، اتبسط السيف منه قوي وقعد يشكر فيه وضمه لصفهم كمان، وبلغه انه هيروح له يحضر الافتتاح بتاعه، وضربه في صدره ضربه قعد شاكر يتوجع، ونروح لمحمد القرخانلي البارون، وكان قاعد مع السيف اللي قال له اللي حصل مع شاكر، وقال له القرخانلي انت مع مين؟ قال له انا مع شاكر طبعا لان هو اللي كسبان، والقرخانلي قال له سيبهم يسخنوا شويه وعمالين يعملوا حسابات غريبه تحس انهم بيولعوا في بعض، واتكلموا عن ان شاكر وريث ضيا اللازي ابو نسرين اللي هو مسؤول عن الاسلحه في المجلس، ونروح لمراد اللي راح قبر مروان لقى اصلان هناك، وقال له عن اللي حصل انهم هيفتحوا الكازينو اللي اصبح شريك فيه، وهنأ اصلان بنجاحه، وقال له اصلان ان الافتتاح مهم جدا والناس اللي هيروحوا مهمين ولازم يعمل حركات تخليهم ينتبهوا ليه ولازم يفوز في الافتتاح، ونروح للسيف وبيقول للمنشار اللي في المجلس انه لازم يكون مع شوقي في الحرب وان هو هيكون مع شاكر عشان يبقى في توازن في الحرب، والمنشار سأله مين اللي وراهم في الاساس؟ قال له انه شوقي وراه منجد اليانصيب صاحب صلاة القمار، وشاكر وراه عمه ضيا اللازي تاجر السلاح، ولازم الحرب تبقى متكافئة، وقعدوا يضحكوا مع بعض انهم بيولعوا الدنيا، ونروح لشاكر اللي بيدي التعليمات للموظفين وكانت السرية اهم حاجة، واتكلم كويس قوي تبين انه معلم كبير قوي، ونروح لمراد اللي راح مكتب رهف وطلب يكلمها بس هي ما كانتش عاوزة تتكلم معاه، بس هو اقنعها انه عاوز دقيقتين بس من وقتها، ولما قعد بدأ يبص على صورتها هي وعلي وبدأت تتعصب عليه وتقول له ضيعت وقتي وانا مش فاضيالك، انت جاي ليه؟ وقفها وقال لها خد الملف ده اللي بهدلتنا عشانه واتقتل خالي عشانه، خلصت المشكلة مع شوقي وملوش اي علاقة بالارض، ودي كل عقود اراضي قليجيا، واذا احتجتي اي حاجة تعاليلي، واستأذن ومشي، وشوقي كان بيتفق مع واحدة انها تقتل مراد في الحفلة وباين عليه مش هيجيبها لبر، وراحت رهف للشيخ عمر وورت له الملف، وحكمة قال لهم اكيد عاوزين حاجة قدامه، قال لهم الشيخ عمر ان لازم نحب الناس كلها، وقعد يحكي لهم حكايات، والراجل ده فعلا مثقف جدا وعنده علم. ونرجع لشاكر اللي بيحاول يعتذر لميرال بعد اللي عمله فيها، ولقى نفسه مش عارف يتكلم ولا يعتذر، خد اخته ونزل، والفرقه اول ما شافت شاكر واخته قعدوا يعزفوا ورقص مع اخته شويه، وبدأ شاكر يستقبل الضيوف، وجاله مراد وسيفه ودخلهم وطلع يستقبل اعضاء المجلس وسلم عليهم كلهم وعلى حماه كمان، والامن اخد اسلحه الحراس، وداريا واقفه مع مراد وسيفه، وهنها مراد على شغلها اللي عملته وانها فنانه لانها هي اللي صممت صاله القمار، شكرته وترحمت على العم مروان لانه ساعدها علشان تتعلم وسابتهم عشان تشوف باقي الضيوف، وسيفه راح يمشي وقفه مراد وقال له عرفني على الناس، بدأ سيفه يعرفه على ضيا اللازي حما شاكر، وقال له انه تاجر سلاح ومغطي نفسه كويس جدا بس علاقته مع بنات وحشه قوي، وشاور له على السيف والمنشار وما يعرفش عنهم حاجه، بس مروان قال له انهم خطيرين جدا، وعرفه بمنجد اليانصيب بتاع صلاة القمار وليه منها 90% وبياخد اتاوه من الباقيين، ومراد قال له انا ما بدفعش اتاوه، ولما كلمه عن تركي قنطرجي وكان موظف جمارك واتعلم اللعبه وساب الوظيفه وبقى يقاسم الدوله في الجمارك وطلع حوت كبير، ولما سالوا عن جنان صاحبه رهف حصل له ايرور لانه ما بيعرفش حاجه عن الستات وبيخاف منهم كمان. ونروح لشاكر اللي السيف هناه على نجاحه، وعمه اللازي قال ان شاكر قدها، ومنجد قال ان شاكر عمل صاله احسن من صلاتنا كمان، وشاكر رد عليه رد معلمين وقال له دي صالتك كمان يا معلم، وطلب السيف من شاكر انه يبدا الافتتاح، وجه ميماتي وبلغ شاكر ان شوقي جه وعامل مشكله مع الامن، راح له شاكر ومراد يستقبلوه، وشوقي مش عايز يسيب سلاحه، قال له شاكر خش بسلاحك انت ورجالتك لان معروف ان شوقي ما بيأذيش غير نفسه، وقال شاكر كلمته في الافتتاح، وبدأ اليانصيب المراهنه، وبدأ كل واحد منهم يحط حاجته على رقم يراهن عليه، واللي بيكسب واللي بيخسر يدوا صاحب الصاله مبلغ يساعدوه بيه، وحط مراد السبحه بتاعته هو كمان، وخدت البنت اللي هتقتل مراد سلاح من حارس شوقي، ووقفت المكنه وكسب مراد الرهان زي ما قال له اصلا بالظبط، وبدأ شاكر يدي الحاجه لاصحابها اللي اتبرع كل واحد منهم بمبلغ لشاكر، وحماد اداله اكتر مبلغ، وجي عند شوقي وقفه شاكر وقال له وصلت، وبقى شكل شوقي زباله، ومراد كمان قال له شاكر هدفع لك قيمه السبحه بتاعتك، مراد قال له دي ما بتتقدرش بفلوس، وكلهم طبعا عرفوا مراد المحظوظ
فلوس. ونروح لميرال اللي اتضايقت جدا من ابوها اللي سايبهم وبيتبرع لشاكر، والبنت دي مجنونه يا جدعان. وجت جنان لمراد وقالت له احنا بنشكرك قوي على اللي انت عملته، ومشي سيفه كمان. وجت اللي بتحاول تقتل مراد عشان تتعرف عليه وجابت له كاس ودلقت عليه الكاس، وراح الحمام ينظفه وراحت وراه وطلعت مسدسها، وانتبه مراد ومسكها ولسه بيحقق معاها لما دخلت عليهم داريا كمان. سمعوا صوت رصاصه افقدها الوعي مراد وطلعوا لقوا ميرال ضربت ابوها في كتفه وبوظت الحفله كلها. وانهار شاكر وقعد ينقي حظه مع ميماتي وقعد يبرطم، وانا لو مكانه اخلص منها. وكان هينفجر من الغيظ وقال لميماتي اقتلها. وساله ميماتي عن اللي حاولت تقتل مراد، قال له اقتلها واخلص، انا ناقصك انت كمان. وراح ميماتي فورا وقتلها. وميماتي ده باين عليه جامد قوي. ونروح لشاكر اللي بيقول لنسرين انه هيحط ميرال في المستشفى لانها مجنونه، وعرفت انه هيقتلها. انكر طبعا، بس هي قعدت تعيط وتقول له وعدني انك مش هتقتلها. اتعصب عليها وفي الاخر وعدها وبست ايده في الاخر. وطلع شاكر بيحبها قوي. ونروح لمراد وداريا اللي بيشربوا قهوه، وقعدت تحكي له عن اللازي اللي بقاله 7 سنين ما بيسالش عن بناته ولا اولادهم كمان. وقعدوا يهزروا شويه انه كانت واحده ست هتقتله، والظهر ان داريا معجبه بمراد لانها واخده بالها منه قوي. ونروح لمراد وسيفه اللي كان متضايق قوي وعقدته كانت الستات، وقال له مراد اللي انقذته كانت داريا. قال له داريا مش منهم، وقف باستعداد قدام البنات اللي عندهم شهامه. ووصلت رها في وقتها، والشيخ عمر كمان، وقاموا باستعداد فعلا. والشيخ عمر شكر مراد على اللي عمله واعتذر له، واعتذرت له رهف كمان وشكرته وقال لهم ده واجبي، انا كملت اللي بدأ فيه خالي. والشيخ عمر شكرهم وعزمهم عنده وقال له مراد انت بتعرف تعزف على الناي، انا سمعت كده. وقال له طبعا. وبعد ما مشيوا سيفو قال له ما تتكلمش معايا تاني ومفيش خال بعد كده. قعد مراد يهزر معاه ودايما كان بيحب يلعب معاه كده. ونروح لشوقي ومنجد اليانصيب اللي قال لشوقي انه في شحنه اسلحه صواريخ وحاجات تانية وهيودوها لشمال العراق، ومعاهم تركي ونديم الخيوطي كمان صاحب البنك. واتفقوا ان شوقي يوصل الاسلحه دي بسريه ومحدش يعرف ابدا. ولما سالوا شوقي عن ضياء اللازي لانه ده شغله، قال له انهم دخلوا على القمار علينا واحنا هنخش في الاسلحه بتاعتهم، والظاهر انها هتبقى معجنه. ونروح لضياء اللازي اللي ادى لسلطان امر انه يقتل ميرال بنته اللي حاولت تقتله. ايه المجانين دي يا عم الحاج؟ ونروح لشاكر ومراد اللي عمال يهديه، وشاكر حكى له عن المشكله اللي بينهم وان ميرال خربت الدنيا والصلاه تعتبر باظت. ومراد قال له هنشوف اللي هيحصل بعد كده وودعه. ونروح لشاكر وداريا بتقول له ما يعملش حاجه لميرال، وقال لها انه مش هيعمل حاجه لواحده مجنونه، وبعدين اكيد ضيا هيقتلها. قالت له لازم تحميها وما ينفعش تسيبها. رد عليها انه ما يقدرش يقف في وش اللازي. اتعصبت عليه وسابته ومشيت. وشاكر قال لميماتي نفذ ياض، واتحرك ميماتي. ونروح لسلطان اللي ادى امر بقتل ميرال لقتل مأجور، واداله صوره ميرال وبيانات المستشفى كمان. ونروح لشاكر ونسرين اللي بدأت تحكي له انها خبت عليه ان ابوها شنق امها وانها ما انتحرتش زي ما هي قالت له، وهي كانت مستخبيه في الدولاب وقتها وشافتهم. وميرال افتكرت ان امها بتتمرجح وما شافتش حاجه، وقعدت تعيط نسرين وصعبت على شاكر جدا. ونسرين عاوزه تقتل ابوها زي ما قتل امها، وطلبت من شاكر يبقى اقوى من ابوها عشان يساعدها انها تقتله. قام لها شاكر واتملى بمشاعر الحب ناحيتها وطمنها انه يعمل اي حاجه عشانها، وبسها من جبينها واتصل فورا بميماتي ولغى امر القتل وقال له ارجع واستريح شاكر. ونروح لمراد اللي راحت له داريا وطلبت منه ينقذ ميرال من ابوها اللي عايز يقتلها. قال لها انا مش عايز ازعل اخوكي. قالت له ان شاكر ملوش دعوه، بس هو مش عايز يواجه ابوها بس. وفورا اتحركوا. ونروح للقاتل المأجور اللي راح يقتل ميرال، ولما وصل عندها مسك المخده وبدأ يكتم نفسها. ووصل مراد ووقعوا على الارض وقتلوا فورا، وابتدوا يتحركوا. وداريا راحت تشغل الدكتور عشان مراد يطلع ميرال، وخد اللي قتله معاه كمان. واتحركوا عشان يدفنوه، ودفنوا مراد وراحوا بيته عشان يخبي ميرال عنده. ولما وصلوا نيموا ميرال على السرير وخرجوا يشربوا قهوه وعمالين يهزروا مع بعض هو وداريا، وبيتكلموا عن ان الاب حاول يقتل بنته عشان حاولت تقتله. وقال لها مراد انها هتفضل عنده فتره ومحدش يعرف ابدا لحد ما الامور ما تهدى. وسالته عن شاكر، قال لها اوعي تقولي له لان اللازي هيشك فيه، وطالما هو مش عارف حاجه هيعرف يدافع عن نفسه كويس. شكرته طبعا ومشي. وراح المستشفى شاكر لما عرف بهروب ميرال، وقعد يزعق للدكاتره، وقعدت نسرين تعيط وانهارت. ووعدها شاكر انه هينتقم من اللي بكاها. ونروح للازي اللي قال له سلطان ان البنت مفقوده والقاتل المأجور اختفى هو كمان. قال له اللازي ان اكيد شاكر هو اللي انقذها، وقال له يراقب شاكر. ونروح لمراد اللي حط الفطار وميرال جات له وقالت له عملت ايه امبارح؟ انت انقذتني. قال لها انسى الموضوع، وطلب منها ما تفتحش الباب والشباك لحد ما تهدى الامور. وراحت نسرين لابوها وسالته عن ميرال. قال لها اسالي جوزك، وهي قالت له بعصبيه انا عارفه انت عملت ايه لماما. اتعصب جدا وسابها ومشي. ونروح لشاكر اللي
اللي دخلت عليه داريا وقالت له انه مهندس الصوت رفع عليه قضيه. اتعصب جدا وقال لميمات يشوفوا محاميه وخوفوه، وقال لداريا ان ميرال اختفت وهي عملت نفسها ما تعرفش حاجه وسابته ومشي. ونروح لاصلان اللي زاروا شخص من العراق وبلغوا ان امريكا هتودي مضادات صواريخ لشمال العراق عن طريق تركيا، وحذروا ان الصواريخ دي هيستعملوها ضد تركيا كمان، وقال له فتحوا عينيكم. ونروح لمراد وداريا اللي جابت هدوم لميرال اللي سالت عن اختها اللي منهاره، وقال لهم ان مراد شك ان شاكر هو اللي حماها وسابهم ومشي. وسالته داريا انت جاي امتى؟ قعد يهزر معاها انها ناقص تقول له هات العيش معاك كمان. وظهرت جنان صاحبه رهف وهي قاعده مع صديقها وبتقول له لازم نسيب بعض لانه متجوز اصلا واللي كان اسمه جلال وبيشتغل مع تركي وهو مش راضي يسيبها وكان مجنون قوي، وهي صممت تسيبه وهو هددها انه مش هيسيبها. ونروح لسيفو اللي جاله مراد وساله كنت فين؟ قال له كنت مع بنت. قال له ماليش دعوه بالحاجات دي. قال له مراد صاحبتها سالتني عنك واديتها رقم تليفونك، وقعد يضحك عليه. ونروح لشاكر وهو بيحكي لمراد ازاي يتجوز نسرين وان اللازم اداله ميرال فوق البيعه وهو اللي مربيها. ومراد قال له ان ميرال ممكن ما تكونش ماتت لان مفيش جثه، وبلغهم ميماتي ان نديم الخيوطي جه الصاله وقال له شاكر انه بيسلف بالفايز وفلوس المجلس كله عنده وهو اللي بيشغلها ومفيش حاجه بتتم الا هو بيمولها. ونزلوا له. ونروح لشوقي اللي جاب احسن لاعيبه قمار واتفق معاهم انهم يروحوا لصاله شاكر ويخسروه عشان هيبته تتدمر. ونروح لرهف واخوها وجنان في مطعم وجالهم جلال وعرفته عليهم وسالوا اياد انت بتشتغل ايه؟ قال له في الاستيراد والتصدير، واداله الكارت بتاعه وقال له كلمني. واتخانقت معاه جنان عشان يبعد عنها، وقامت رهف دفعت الحساب ومشيوا. ونزل شاكر ومراد لنديم ولاحظ مراد ان في 3 نصابين على ترابيزه الروليت، وبلغ شاكر اللي بعت لهم ميماتي وخدهم على اوضته. ودخل عليهم شاكر وقال لهم مين بعتكوا ياض؟ قعدوا يحوروا عليه شويه وسال مراد انت مالكش علاقه ولا ايه؟ قال له مراد لاعبهم قمار مسدس وطلقه، وحطوا طلقه في المسدس وبدا يلعب معاهم. وطلع الاخير تليفونه وقال له انه شوقي بعتنا واحنا ملناش دعوه. قال له اتصل وكلموا شوقي وسمعوا صوت الرصاصه وقال له بطل شطاره ياض. وقال لميماتي كسر رجليهم وايديهم عشان ما يلعبوش قمار تاني. وخرج هو ومراد بالعربيه وفجاه وقفتهم عربيات ضيا اللازي وركب معاهم 2 والباقي وراهم بالعربيات. وبدا شاكر يحكي نكته عشان يشغل الحراس اللي ركبوا معاهم وكانت طويله قوي، ولما خلصها الحراس قعدوا يضحكوا وقتلهم مراد فورا. وانحرف شاكر واتحرك على بيت اللازي اللي كان رجالته عايزين يقتلوهم. ولما وصلوا عنده قابلهم اللازي اللي قال لشاكر انت خبيت ميرال وهزيت مكانتي. قال له شاكر انه ما بيهربش من الموت ولو طلبتني هتلاقيني قدامك، وميرال مش عندي ومعرفش عنها حاجه وما اتدخلتش بينك انت وبناتك قبل كده وما استخدمتش اسمك كمان، ولو عاوز تقتلني اتفضل. واللازي قال له ما تتكلمش في مشاكل العيله قدام الغرباء. قال له مراد اخويا وكنا هنموت مع بعض. قام اللازي وقال لشاكر انا مبسوط منك ومبسوط كمان انكم عايشين، وانا اتاكدت انك ما تعرفش حاجه عن ميرال وانا فخور بيك. وطلب من مراد يبقى جنبه. قال له مراد احنا هنعيش مع بعض ونموت مع بعض. ولما مشيوا طلب اللازي يجيبوا له شوقي، وطلع شاكر وبيتناقش هو ومراد على اللي هيعمله اللازي. ومراد قال له هنشوف، وسالوا شاكر عن بيته عشان يوصله. ونروح لميرال وداريا اللي مستنيين مراد، وسالتها ميرال عنه ومستغربه انه ازاي وقف قدام ابوها وشاكر كمان. قالت لها انه انقذ اخوها وهو راجل شهم وكريم وما تعرفش بيشتغل ايه. قالت لها مفيش حد كامل. ردت عليها داريا وقالت لها نفسها انه يكون بتاع ستات. ايه البنات دي يا عم الحاج؟ وصل شاكر لبيت مراد اللي عزمه على فنجان قهوه، اعتذر له عشان ما يتاخرش على نسرين. قال له مراد كنت بتبهدل ابوها من شويه وخايف من بنته، وقعدوا يضحكوا مع بعض. وكمان بعدها قال له شاكر نكته، ودخل مراد على داريا وقعد يهزر معاهم شويه ومشيت داريا بعدها. ونروح لللازي اللي امر شوقي انه يقتل شاكر. ايه الراجل ده يا عم؟ وقال لشوقي هدخلك في شغل السلاح وخلص المطلوب الاول. ونروح لشاكر اللي قال لميماتي يعمل حمله على محلات شوقي ويكسرها ويقول لهم ان شوقي ما بقاش موجود وكل حاجه بقت بتاعتنا. فرح قوي ميماتي وقال له هتشوف انا هعمل ايه. ونروح لشوقي اللي ادى اوامر لرجالته انهم يجيبوا مراد ويراقبوا داريا اللي هتوصلهم ليه. ونروح لمراد وسيفه اللي متضايق من الوحده، وخدوا مراد وراحوا للشيخ عمر اللي استقبلهم بكرم زايد، وكان هناك رهف وحكمت كمان، وقعدوا يتكلموا على علي اللي بيعطس 3 مرات زي مراد. وحكى لهم الشيخ عمر حكايه سيدنا يوسف وكلهم سمعوه باهتمام وحب لانه فعلا حكاها بطريقه حلوه قوي. وعيط سيفه اللي اتاثر جدا وقعد يعزف على الناي. ونروح لمراد اللي وصل سيفه القهوه، واتبسط قوي سيفه بصحبه الشيخ عمر. واكتشف مراد ان في حد بيراقبه، وراح مكان ووقف لقى اصلان اللي ساله عن الرهف وواضح انه زعلان منه جدا. قال له انه كان معزوم ومحبش يلفت الانتباه. حكى له اصلان عن مضادات الصواريخ اللي هتروح شمال العراق والمجلس اكيد ورا العمليه دي،
ومراد قال له انه اتعرف على اللازي وهيبدا يشوف الموضوع ده. ونروح لجنان اللي عزمها جلال على الاكل، ولما قالت له انها مش عاوزه تكمل معاه ضربها وقفل عليها الباب بالمفتاح، وطلع شخص مريض وحيوان كمان. وظهر مراد بيطبخ، ووصلت داريا ورجاله شوقي مراقبينها، وبلغوا شوقي اللي جهز رجالته وراح لهم. وداريا قالت لمراد موتنا من الجوع عشان اكلت مكرونه، وقعدوا يهزروا مع بعض. وداريا وميرال عمالين يضحكوا عليه. وظهر ميماتي في محلات شوقي وبدا يكسر فيها ويخربها له، وعمل الواجب تمام. ووصل شوقي لبيت مراد ووزع رجالته، ومراد بياكل معاهم وعمالين يهزروا. وفجاه الباب خبط. سأل مراد مين اللي على الباب، قال له في تهريب غاز. فتح الباب وضربه بالنار فورا، وبدات داريا تجري ومسكها شوقي وهدد مراد انه هيقتلها. ومسكوا مراد، وقال شوقي لداريا بلغ شاكر ان مراد بقى معايا. وخد مراد على المينا، وداريا خدت ميرال وراحوا وراهم. ولما حست انهم هيكشفوهم رجعت تاني تودي ميرال لسيفه وتروح تقول لشاكر. وقال لهم شوقي خلوه عايش لحد ما يجي شاكر. وبدأ يضرب في مراد ويعذبه، وامر رجالته انهم يعذبوه لحد الصبح، ومشي وسابهم. ودخلت داريا على شاكر وقالت له اللي حصل، ان شوقي خطف مراد. اتجنن شاكر طبعا وما كانش مصدق.